من 3 أسابيع بالظبط كانت البطولة الوحيدة للأهلي هذا الموسم، وهي الفوز على الزمالك في الدوري 3-0. وقتها التحفيل اشتغل وقال لك الدوري بيقرب من الأهلي. مش هتكلم كتير في النقطة دي. مبروك عليكم ال3 نقط، واحنا مبروك علينا الدوري. نرجع بقى لموضوعنا. الزمالك قبل العيد بأسبوع بيعايد علينا وبيحقق بطولة الدوري لموسم 2025-2026. أداء الزمالك ونتائجه في البدايات ما كانتش مبشرة، ولما كنت بتسأل أي حد وقتها مين هياخد الدوري ما كانش بيحط الزمالك في الحسبة خالص أصلا. بس سبحان الله يا أخي، الزمالك بياخد الدوري وبيوصل نهائي كونفدرالية. مبروك على الدوري، وإن شاء الله البطولة القارية تتعوض ببطولات قارية كتير الفترة اللي جاية. عايز أقول حاجة بخصوص توقعاتي لل3 ماتشات اللي اتلعبوا امبارح. والله 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 لما اتسألت قلت إن ال3 فرق هيكسبوا، اللي هو بيراميدز هيكسب والأهلي هيكسب والزمالك هيكسب، وده اللي حصل فعلا. وقبل الذهاب والعودة بتوع نهائي الكونفدرالية قلت ان اتحاد العاصمة هيكسب في ارضه والزمالك هيكسب في ارضه وهيوصلوا لركلات الترجيح، بس عشان ما بقاش كداب ما توقعتش ان اتحاد العاصمة هو اللي هيكسب. عموما الحمد لله على بطولة الدوري، ومبروك لكل الزملكاوية، وان شاء الله الفترة اللي جاية مزيد ومزيد ومزيد من البطولات.